من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار وفي أبرز عناوينها. تنظيم مهرجان الإريتريين في الدول الإسكندنافية. اللجنة المركزية لجمعية مواقع الحرب تقيم أعمالها في النصف الأول من العام 2025. فرنسا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل. روسيا تبني 6 غواصات نووية جديدة بحلول 2030. بريطانيا والهند تبرمان اتفاقيات تجارة حرة يخفض الرسوم والحواجز. إلى التفاصيل. افتتح يوم أمس 24 من يوليو المهرجان الوطني للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية. افتتح المهرجان الذي يشارك فيه الإريتريين القادمون من دول السويد والنرويج الدنمارك وفنلندا وأمريكا سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير المقيم في الدول الإسكندنافية السيد فيسهاسين بيتروس. وأوضح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد ألم تخلى قرقيس في كلمته التي ألقاها أن المهرجان يساهم في تعزيز الترابط والقيم الوطنية وتوريثها بفضل الأنشطة المختلفة التي تنظم سنويا منذ 27 عاما. وأشار إلى أن الإريتريين في الدول الإسكندنافية ملتزمين في الحفاظ والمشاركة في الواجبات الوطنية وحفظ أمانة الشهداء، مؤكدا أن أساس نجاح المهرجانات الوطنية في وفاء وتفاني المواطنين المشاركين، موضحا للحضور أن طموح الجالية الرمية لامتلاك أماكن خاصة تابعة للجالية هو من الأولويات الموضوعة. وتشمل الفعاليات التي تستمر حتى 27 من يوليو سيمينارات ومنتديات ومعرض الصور يستعرض البرامج التنموية أنشطة الجاليات الإريترية وفعاليات تستهدف الأطفال والشباب وركن القوميات الإريترية والتنظيمات الوطنية، بالإضافة إلى عروض فنية وثقافية تقدم بالفنانين المقيمين هناك وآخرون قادمون من إريتريا. كرم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع إدارة الإقليم 62 طالبا أحرزوا النتائج في امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2024-2025 وتأهلهم للانضمام إلى الكليات. وأفادت الأنباء الواردة من وكالة الأنباء الإريترية إيران أن مراسيم التكريم التي أقيمت في 24 من يوليو في عصب قدم فيها مبالغ مالية وشهادات تقديرية للطلاب. وأوضح مسؤول فرع اتحاد الشباب بالإقليم السيد عثمان عبد القادر في كلمته أن التكريم جاء ضمن الجهود المستمرة التي يقوم بها الاتحاد بدءا من المرحلتين المتوسطة والثانوية لتعزيز مستوى الطلاب والشباب الأكاديمي. وحث مسؤول وحدة التعليم العام في فرع التعليم بالإقليم الأستاذ خليل عثمان بدوره الجهات المعنية للمساهمة في دعم وتشجيع الطلاب أكاديميا، مشيدا بالأنشطة التي يقوم بها اتحاد الشباب. وذكر حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بالعمل على تكريم الطلاب المتفوقين، حيث يساهم في تشجيع الطلاب وينمي الروح التنافسية والاجتهاد الأكاديمي لدى الطلاب الآخرين. وتشير الأنباء الواردة أن 19% من الطلاب الذين شاركوا في امتحانات الشهادة الثانوية من عدد إجمالي عدد الطلاب المشاركين من الإقليم أحرزوا نتائج تأهلهم للانضمام للكليات للدراسة في درجتي البكالوريوس والدبلوم. يذكر أن فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر ينظم جائزة فعمة الإقليمية التي يكرم فيها الطلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية للمرحلة المتوسطة سنويا. قيم المجلس المركزي لجمعية مواقع الحرب في الاجتماع الذي عقد في 25 من يوليو بأسمر أعماله النصف الأول من العام 2025. وأوضح رئيس الجمعية سيف ساهيت سوميكيل أن الجمعية تعمل على تقديم الدعم والرعاية اللازمة للأعضاء الجمعية وتتعاون مع الشركاء لإيجاد حلول للتحديات وسد النواقص التي تواجهها. وشرح مسؤول القسم الإداري والمالية لدى الجمعية سيد أبراهام كفلسين في التقرير الذي قدمه سير البرامج والمشاريع نظرا إلى خطة التنفيذ الموضوعة لهذا العام. وقدم في التقرير الذي قدم سير البرامج التي تتطلع إلى تمكين الأعضاء الاكتفاء ذاتيا وتقديم القروض لهم وإجراء الفحوصات للأعضاء التابعة
لمتابعة أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى تقديم المنشورات والإرشادات المهنية حسب الحاجة. ووضعت اللجنة المركزية لجمعية معاقل الحرب الإريترية في ختام الاجتماع خططا بخصوص تنظيم الأعضاء في داخل الوطن وخارجه، وتأهيل الأعضاء، وتنظيم دورات للأعضاء الإناث، بالإضافة إلى إسراء سبل دخل الجمعية وخطط مستقبلية ذات صلة. أفاد الكادر الزراعي في مديرية الدقية حسن عفان زراعة البطاطا من قبل المزارعين النموذجيين حققت إنتاجا مشجعا. وأوضح خبير تنمية الخضروات والفواكه في مديرية الدقية السيد منكسة باريان أن الحكومة تقوم تخزين إنتاج المزارعين بشرائه بزيادة 25% عن سعر السوق. وذكر المزارعون تحقيق إنتاج وفير من زراعة البطاطا التجريبي، والذي شجعهم للتوسع في زراعته. يتم إنجاز أنشطة الحفاظ على المياه والتربة واسعة ضمن حملة الطلاب الصيفية لهذا العام في مديرية مولكي. وأوضح منسق البرنامج على مستوى المديرية الأستاذ حق استسفاي أن 150 طالبا ينشطون في تجهيز الأراضي الزراعية والتشجير ورعاية الأشجار في مقبرة الشهداء في مولكي. وأشار خبير التشجير الشاب قبرات ولا مريم إلى أن برامج الحملة الصيفية للطلاب تركز على إنشاء القنوات الحوضية والحواجز، بالإضافة إلى الحفر والتشجير، مؤكدا أن الطلاب يعملون بتفاني وإخلاص كبيرين. وحث الطلاب المشاركون في البرنامج القائمين على تنسيق البرنامج مواصلة تنظيم حملة الطلاب الصيفية، حيث تساهم في ضمان مشاركتهم في الأنشطة التنموية وتنمي حب العمل والاحترام المتبادل فيما بينهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأضاف ماكرون أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام والعدل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد ماكرون أن الحاجة ملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. من جهتها رحبت إيرلندا بإعلان فرنسا واعترافها بدولة فلسطين، وقالت إنها مساهمة مهمة في تحقيق حل الدولتين. في المقابل ندد برييف ليفين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين ووصفه بأنه وصمة عار ودعم لما سماه الإرهاب. وقد أعلنت فرنسا أنها ستترأس مع السعودية اجتماعا دوليا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسيم رفع علم البحرية الروسية على متن الغواصة الصاروخية النووية الروسية كنياز بوغراسكي أن بلاده ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم. وأشار بوتين إلى أنه من المقرر بناء 6 غواصات نووية جديدة في سم ماش وحدها بحلول العام 2030، مضيفا أن هنالك أكثر من 70 سفينة في مراحل مختلفة من الجاهزية في أحواض بناء السفن الروسية. الرئيس الروسي أكد أن روسيا ستنفذ الخطط الموضوعة لإنشاء أسطول بحري حديث، وأنها ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أنه تم إطلاق الغواصة كنياز بوغراسكي، وهي الغواصة النووية الرابعة المتسلسلة لمشروع URI، وتنتمي إلى الجيل الرابع من الغواصات النووية. أبرمت الهند والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تلقي الرسوم الجمركية على منتجات تتراوح بين السيارات والمشروبات الكحولية، ما يتوج اتفاقا بين اقتصاديين كبيرين في وقت ما تزال سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعطل التجارة العالمية. تأتي الاتفاقية بعد 3 سنوات من مفاوضات مكثفة تناولت مواضيع شائكة مثل التأشيرات وخفض الرسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية.
واختتم البلدان المحادثات في مايو لينجز بذلك أكبر صفقة تجارية لبريطانيا منذ بريكست وأهم اتفاقية من هذا النوع للهند حتى الآن. وتعد الاتفاقية وهي الأولى من نوعها للهند منذ عقد، إشارة إلى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا مستعدة لخفض الحواجز التجارية بهدف جذب الاستثمارات، بينما تجرى مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة. كشفت تركيا عن أول صاروخ فرط صوتي محلي يحمل اسم تايفون بلوك 4، وذلك ضمن عرض شركة الصناعات الدفاعية العملاقة روكستان لستة أنظمة متقدمة جديدة خلال المعرض للصناعات الدفاعية الدولية في العام 2025 في اسطنبول. ويعد تايفون بلوك 4 النسخة الفرط صوتية من صاروخ تايفون، وهو أطول صاروخ بلاستيكي مدى تم تطويره محليا في تركيا. ويعقد المعرض الدولي للدفاع في دورته 17 على مدى 6 أيام بمشاركة وزراء ورؤساء أركان وقادة عسكريين وممثلين رفيعي المستوى من 103 دولة وأكثر من 900 شركة دفاعية تركية و400 شركة أجنبية. عناوين النشرة مرة أخرى: تنظيم المهرجان الوطني للإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية، تكريم طلاب المتفوقين في الامتحانات الوطنية للشهادة الثانوية بجنوب البحر الأحمر، المجلس المركزي لمعاقي الحرب الإريتري يقيم أعماله، فرنسا تقرر الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، روسيا تبني 6 غواصات نووية جديدة بحلول 2030، بريطانيا والهند تبرمان اتفاقية تجارة حرة يخفض الرسوم والحواجز. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.